الاتحاد السكندري وطلائع الجيش، لقاء هام جدا للفريقين في الأسبوع رقم 20. الاتحاد يدخل هذه المباراة ولديه 33 نقطة ويطمع في الفوز للاقتراب من المركز الثالث، في حين أن طلائع الجيش لديه 17 نقطة ويطمع في أنه يخرج من النفق المظلم. بدأت هذه المباراة بتشكيلة للفريقين مكونة أصحاب الملعب. طلائع الجيش أحمد مسعود لحراسة المرمى، قدامه الأربع باكات من اليمين والشمال: أحمد زولا، أحمد أيمن منصور، محمد فتح الله كماتشو، وأحمد متعب. قدامهم في وسط الملعب مصطفى الخواجة وفريد شوقي ومحمد شحاتة. في الهجوم كريم طارق ومحمود وادي وأحمد سمير. أما فريق الاتحاد السكندري فقد مثلوا في هذه المباراة المهدي سليمان لحراسة المرمى، قدامه الأربع باكات من اليمين للشمال: كيفن وعبد الله نصيب ومحمد صالح، ومعاهم صبري رحيل. في وسط الملعب بيلعب مورو ساليفو وخالد الغندور. قدامهم مثلث تحت رأس الحربة: إبراهيم حسن، إسلام عبد النعيم، وأحمد عادل ميسي. وقلب الهجوم كريستوفر نوبولولو. هذه المباراة اللي بيديرها الحكم الدولي فهيم أمين عمر، ومعاه مساعدينه محمد لطفي وإسلام أبو العطا، والحكم الرابع صبري إبراهيم. وفي عندنا حكام الفار في عبد العزيز السيد. المباراة كانت في البداية يمكن وضح تماما من البداية إصرار الفريقين، كل منهما بيسعى جاهدا لأنه يقدم أفضل ما لديه في هذه المباراة. الاتحاد السكندري بيطمع أنه يكرر الفوز بعد ما فاز في مباراة الدور الأول 3-1. بدأت المباراة بمنتهى القوة، وكان بيؤازر الاتحاد السكندري جمهور عريض في هذه المباراة اللي قعدوا في السنتر ومن البداية وهم بيشجعوا فريقهم بحماس. في البداية كانت المباراة سجال هجمة هنا هجمة هنا وحماس من الفرقتين، إلى أن أتت الدقيقة 13 الكورة اللي استلمها أحمد عادل ميسي من ناحية الشمال وحب يعدي ودخل المنطقة وحب يسددها، جت في الدفاع، ردت على حرف ال18 ياخدها بشماله قذيفة. موبولولو يسجل أول أهداف اللقاء. بعد الهدف شعرنا بأن فريق الاتحاد بدأ يتراجع للخلف، وربع ساعة في محاولات لفريق طلائع الجيش انه يقرب لمرمى الاتحاد. وبالفعل في الدقيقة 28 وتقريبا نقول الكربون، يعني كورة اتشاطت على مرمى الاتحاد، اتردت على بره ال18، ياخدها كريم طارق بيمينه قوية جدا، تصطدم برأس عبد الله نصيب وتغير اتجاهها وتدخل مرمى، معلنا عن هدف التعادل لفريق طلائع الجيش. بدأ فريق الاتحاد السكندري يعود مرة أخرى للتحرك والتقدم، وفي إحدى الكرات وفي الدقيقة 35 مرفوعة من ناحية اليمين بيطلع عليها موبولولو، وهو طالع بيطلع معاه فتح الله، بيدفعه بإيده، لم يتوانى، وكان قريب من الكورة أمين عمر، لم يتوانى في احتساب ركلة جزاء للاتحاد السكندري. يتقدم لها موبولولو ويضعها على شمال الحارس أحمد مسعود عالية في المقص، مسجلا الهدف الثاني للاتحاد السكندري. هناك كانت محاولات وتصويبات من لعيبة طلائع الجيش محاولة للعودة للقاء. في الدقيقة 45 كورة من الكرات المرتدة للاتحاد السكندري تتلعب في اليمين، ترفع من اليمين عالية، تنزل لموبولولو يستلمها على شماله قذيفة من أحلى الأهداف اللي بتدخل مرمى، عطاها له أحمد عادل ميسي. يبقى الهدفين اللي جابهم موبولولو صناعة ميسي في هذا اليوم، ليسجل موبولولو 3 أهداف ويصبح هاتريك في هذه المباراة، لتنتهي أحداث الشوط الأول والتقدم للاتحاد السكندري على طلائع الجيش في استاد جهاز الرياضة ب3 أهداف للا شيء. ترى ماذا يحدث في الشوط الثاني؟ هذا ما سوف نتابعه بعد لحظات. الشوط الثاني من لقاء طلائع الجيش والاتحاد السكندري يشهد مع بدايته أول تبديلات كابتن عماد النحاس بيدفع
اللاعب اسلام محارب عشان يعدل في أداء فريقه. وبالفعل كان هذا الشوط بدايته قوية جدا، وأكثر من 3 كرات يتصدى لهم المهدي سليمان في هذا الشوط. كانت البداية سريعة وحماسية من فريق نادي طلائع الجيش، اللي ظهر على أدائهم إن هم بيبحثوا بشكل كبير جدا عن إنهم يسجلوا أو يعودوا للنتيجة. بعد 19 دقيقة يمكن نقدر نقول كورة اتلعبت جوه منطقة ال 18، تصدى لها وشاطها بمنتهى القوة محمود وادي، يسجل منها الهدف الثاني لفريق طلائع الجيش، اللي بدأوا يشعروا بأن المباراة قربت لهم، والفارق بعد ما كان فارق هدفين بقى فارق هدف، وبدأ يزيد الإصرار عند فريق طلائع الجيش. لكن بعد منها بالظبط ب9 دقايق، وكان طبعا في الوقت ده بدأ يشعر زوران بخطورة الموقف فدفع بمحمد محمود وأحمد عيد في هذا التوقيت، اللي بدأوا ينشطوا منتصف وخط هجوم الاتحاد السكندري. وفي كورة فعلا بتتشاط من خارج ال 18 من أحمد عيد، بيسددها بمنتهى القوة، يتصدى لها الحارس أحمد مسعود، لكن تسقط منه، يقابلها المتابع بقوة خالد الغندور ليعود للتهديف لفريق نادي الاتحاد السكندري، ويسجل في آخر 15 دقيقة من اللقاء الهدف الرابع للاتحاد السكندري. بعدها ب3 دقايق مباشرة ومن خطأ قاتل من عبد الله نصيب، يحاول انه يشتت الكرة لكن بطريقة غريبة جدا تقلش منه، يجدها على طول اسلام محارب، اللي لم يتوانى في انه يسجل الهدف لنادي طلائع الجيش، واصبحت النتيجة 4-3. بدأت المباراة تاخد طابع الإثارة بين الفريقين في هذا التوقيت، ويحتسب أمين عمر اللي أجاد بشكل جيد جدا في هذه المباراة من وجهة نظري الشخصية، يحتسب 7 دقائق وقت محتسب بدل ضائع، لكن يستمر إلى 10 دقائق. لكن كفاح فريق الاتحاد السكندري يصل به إلى الفوز بال3 نقاط في هذه المباراة. وإن كان موبولولو هو رجل المباراة، فأنا كنت أتمنى أن يتساوى معاه المهدي سليمان اللي تصدى لأكثر من كورة. بوبولولو بتسجيله هاتريك اليوم يرتفع رصيده من الأهداف إلى 9 أهداف، ويتصدر جدول الدوري متخطيا أحمد سيد زيزو وأحمد الشيخ، لكل منهما 8 أهداف، ورمضان صبحي 7 أهداف. إحصائية مباراة اليوم بتقول إن 53% كان الاستحواذ لطلائع الجيش مقابل 47% للاتحاد السكندري. كده يرتفع رصيد الاتحاد السكندري إلى النقطة 36، ويصبح بعد 20 مباراة فاز في 11 وتعادل في 3 وهزم في 6، له 25 هدف وعليه 21 ومن نقاط 36. ويتوقف رصيد طلائع الجيش اللي في المركز 13 بعد 20 مباراة و3 فوز و8 تعادل و9 هزايم، يتوقف رصيده عند 17 نقطة. قبل أن ألغي أو أنهي هذه الرسالة، بشكر بقوة جمهور الاتحاد السكندري اللي بيزحف ورا فريقه، اللي بيقدم دوري متميز جدا مع مدير فني يعني نقدر نقول الكيمياء بتاعته مشيت مع فرقة الاتحاد. نتمنى ان يعني السماسرة وكل من حولنا يترك بوبولولو ويتركوا نجوم الاتحاد في حالهم مع ناديهم، وما يبدأوش يلعبوا في دماغهم بعد ما أصبح فريق الاتحاد له شكل في الدوري. تقبلوا تحياتي، دكتور علاء متولي.